السلام عليكم. النهارده بقى هنعمل مع بعض شوية عيش أسمر كده مصري صحي في منتهى الجمال. أولا العيش ناجح جدا في البيت، العيش الأسمر ده وسهل قوي، وعاملة لكم النهارده إن شاء الله طريقة بسيطة جدا وسهلة أي حد يقدر يعملها، مع شوية أسرار كده هتنجحوا معاكم من أول مرة. وبرضه لو وقفت معاكم أي حاجة أنا معاكم، ابعتولي في التعليقات ومن عينيا الاتنين. بس يلا نبدأ على طول ونسمي بالله. اول حاجه هنعمل مع بعض تيست الخميره. هجيب 3 كوبايات ميه فتره يعني دافيه شويه بسيط، واحط عليهم معلقتين خميره فوريه ومعلقه سكر، واقلبها كويس قوي واسيبها 3 4 دقايق. بعد كده بقى هجيب الدقيق بتاعي. الدقيق دوت دقيق اسمر صحي او دقيق الحبه الكامله، اي ماركه مش مشكله، المهم ان يكون الدقيق ده دقيق اسمر صحي. بعد ما حطيت الدقيق كله في البوله خدت منه كوبايه على جنب، طبعا ده وزنه كيلو. وممكن على فكرة لو ما لقيتوش النوع ده من الدقيق ممكن تجيبوا دقيق أبيض عادي وتخلطوه برده، ممكن تحطوا من كوباية لكوباية ونص رده على الدقيق الأبيض، بس يكون لجميع الاستخدامات، أو دقيق مخبوزات. ما ينفعش الدقيق الفاخر أبدا يا جماعة. وهحط بقى على الدقيق ده حوالي نص معلقة ملح وهقلبه كويس قوي مع بعضه. هشوف بقى الخميرة دلوقتي أكيد اتظبطت، شايفين؟ أول ما تحسوا إن هي عملت فوران كده وزاد حجمها تعرفوا إن هي ناجحة وزي الفل. نحطها بقى على الدقيق ونقلب كويس قوي. بس انتوا لو متأكدين من الخميرة بتاعتكم ان هي ناجحة ممكن تحطوها على طول في الدقيق من غير ما تحتاجوا ان انتوا تعملوا التست ده خالص. وكيلو الدقيق يا جماعة حوالي 7 كوبايات من اللي هي الكوباية اللي 200 مللي دي اللي بنشرب فيها الشاي، اللي هي على جنب كده وحاطة فيها الدقيق. يعني احنا هنا حاطين 6 كوبايات دقيق عليهم 3 كوبايات مية. وطبعا الكوباية اللي قلت لكم شايلاها على جنب دي علشان اظبط بيها العجينة، يعني كل ما الاقيها بتلزق اول درجة ان انا مش عارفة اتعامل معاها احط شوية بشوية. بجد بابقى مستمتعة جدًا وأنا باعجن، يعني أي كده وصفة فيها مخبوزات وعجن والحاجات دي بتبقى حاجة بالنسبة لي ممتعة. يا رب توصلوا للمرحلة دي وإن شاء الله هتوصلوا لها قريب أوي. المهم إن أنا هاقعد أعجن كده مش أقل من ربع ساعة يا جماعة لحد ما إيديكم توجعكم، لو عندكم عجان مش هتاخد منكم أكتر من 7 8 دقايق. بس في الآخر أنا عايزة العجينة تبقى طرية وفيها سِنّة تلزيق كده، عشان كل ما كانت طرية كل ما كان العيش هيطلع معاكم طري جدًا. بجد عايزة أقول لكم إن أنا لو أقدر أعجن 2 كيلو 3 كيلو مع بعض هاعملها، من كتر ما العجين حاجة كده مريحة جدًا للنفسية. جربوا بس وما تخافوش من العجين يا جماعة، العجين حاجة كده كلها خير وبركة في البيت. وخلاص بقت ناعمة وطرية. هغطيها بقى واسيبها تخمر كده مش أقل من ساعة ساعة ونص لحد ما تضاعف حجمها، ودول شوية الدقيق اللي اتبقوا من الكوباية. خلاص بقى فارت معايا واختمرت وبقت زي الفل. هحاول بقى انزلها على الدقيق طبعا لان انا قلت لكم ان هي فيها سن تلزيق، او مش سنه، هي فيها تلزيق جامد جدا. وهقطعها بقى كور حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. انا النهارده عامله الحجم المتوسط. وهخلص بقى تقطيع في كل العجينة. هم طلعوا معايا 45 كورة، هعدهم معاكم. 5 بالعرض وبالطول 9، 5 في 9 ب45. وآخر كورة كده من العجينة عملت رغيف كبير شوية علشان اللي عايز الحجم الكبير برضو يشوفوا معايا. يعني أنا عملت كل الحجم المتوسط ما عدا آخر رغيف بس هو اللي عملته بالحجم الكبير. واخدت 5 كور من العجين وفردتهم كلهم نص فرده مره واحده كده، وبعدين اول واحده مسكتها وفردتها هي دي اللي هبدا بيها علشان خاطر يكون يرتاح معايا شويه. شايفين الرغيف؟ حلو قوي الحجم ده. وكمان السمك ده مناسب جدا علشان خاطر ما يبقاش فيه البابه كده من جوه وتخين. وده الرغيف الكبير. خلصتهم كلهم وبين كل رق والتاني حطيت فوطه، وهسيبهم بقى يخمروا للمره التانيه مش اقل من نص ساعه. وبعد ما عدت النص ساعة واختمروا هجيب جريل بقى وعلى نار متوسطة مش عالية يا جماعة خالص علشان ما يشدش ومن جوه يبقى لسه ناي. وهجيب الجريل بعد ما تسخن قوي قوي على النار دي. هحط بقى العيش، هحطه على الناحيتين كل ناحية 5 6 ثواني يعني يتشمع. تاني يعني أنا هسخن الجريل كويس قوي على نار متوسطة، وبعدين هحط العيش بتاعي يتشمع على الناحية الأولانية 5 6 ثواني، وأقلبه على الناحية التانية برضو 5 6 ثواني، وبعدين هرجعه على الناحية الأولانية تاني لحد ما يبدأ ينتفخ معاكم ويبقى قمر كده. المهم إن أنا هافضل أقلِّب فيه مش هاسيبه على أي ناحية أكتر من ربع دقيقة. أدي الرغيف الكبير حطيته يتشمّع، وبعدين قلبته على الناحية التانية برضه يتشمّع. شايفين بدأ ينتفخ إزاي معايا؟
وحتى لو ما انتفخش لازم تخبطوا عليه كده خفيف تساعدوه يعني. هوريكم برضو في اللي بعد الرغيف ده، بس شايفينه قمر ازاي؟ بجد في احلى من كده؟ ريحته وطعمه تجنن. بصوا انا حطيته شمعته، وبعدين قلبت على الناحيه التانية يتشمع، بعدين بدأ ينتفخ معايا، وبعد كده بقى هشيله. يا خبر ابيض على الجمال، لازم تشوفوا كده حتت فيه محمره والا ما يبقاش كده استوى. شايفين بقى الرغيف التالت اللي هناك ده؟ انا بحاول اخبط عليه علشان ينتفخ كله ازاي. هو ده اللي انا قصدي عليه بالظبط. وفي نص ساعة بالظبط كنت مخلصة ال45 رغيف. شايفين الجمال؟ عايزة اقول لكم طعمه، طعم العيش الاسمر بتاعنا الجميل ده حاجة كده مميزة جدا، مشبع جدا. ودول بقى بصراحة اللي ما انتفخوش معايا. وانا هقول لكم السر بتاعه. ده اول واحد انا كنت مسكته جامد قوي، فرحت مطبقاه بعد ما كان انتفخ كده في التخمير، ما ارتفعش. ودوت تقريبا اتقطعت منه حتة حاجة زي كده، شايفين؟ ومع ذلك برضه بيتفتح معايا بصعوبة، بس جميل برضه. يعني لما أكون كمية كبيرة زي دي 45 رغيف و3 بس اللي ما ينتفخوش، لأ يبقى الموضوع ناجح جدًا، جدًا، جدًا. بجد أنا بقى لي 10 سنين باعمل العيش وكل مرة بيطلع أحلى من المرة اللي قبلها. وعايزة أقول لكم إن موضوع العيش والخبيز في البيت ده بالتكرار، يعني مرة كده يطلع معاكم مثلًا نُص العيش ما انتفخش، معلش شوية حاجات كده بتطلع. إحنا أصلًا لمّا بنيجي نشتري من المخابز بنلاقي في كام رغيف كده ماسكين في بعض وما انتفخوش، بس النتيجة في الآخر وبعد الاستمرار هتبقى زي ما أنتم شايفين كده. بجد أحلى عيش ممكن تاكلوه. جربوا بس وأنا معاكم، وأي حاجة تقف قدامكم ابعتوا لي في التعليقات، وأنا بارد على كل التعليقات ومن عينيا الاتنين كل اللي أنتم عايزينه. أنا عملت قبل كده ال75 رغيف اللي هو العيش الأبيض وطلع حلو أوي وناجح، وناس كتير أوي الحمد لله عملته وطلع جميل. وده العيش الأسمر الصحي، طبعًا ده في الدايت حلو أوي لمرضى السكر، الناس كمان اللي بتحب تاكل أكل صحي. ده العيش الأسمر بتاعنا الأصلي بقى، حاجة كده يعني طعم وريحة ما فيش أحلى من كده. وكمان للسندوتشات وخصوصًا للمدارس، بجد مناسب جدًا وحلو وبيتفتح كده بمنتهى السهولة، تحطوا فيه بقى كل أنواع الحشوات اللي أنتم عايزينها. هنعمل بعد كده إن شاء الله سندوتشات برضه للمدارس تحفة. يعني إن شاء الله هنعمل كل أنواع العيش في البيت، ومش هنخلي حد يستغلنا ولا يستفزنا بأسعارهم الغالية، مش عشان إحنا يعني محتاجين نشتري العيش وما عندناش وقت أو ما بنعرفش الطريقة إن إحنا نضطر نشتريه بأسعار غالية جدا. لا، هنعمله في البيت وهنعمله بمنتهى السهولة كمان. وطبعا الكمية دي كانت كبيرة قوي عليا، فأنا عملت إيه، خدت نصهم كده وحطيتهم في أكياس من اللي هي بتاعة السندوتشات وعلى الفريزر، كل ما احتاج بقى شوية منهم أطلع، ويدوب ربع ساعة بيطرى تاني ويبقى تحفة. ونسيت أعرفكم بنفسي، لو لسه أول مرة بتشوفوني أنا أسماء بحيري، ولو لسه مشتركتوش في قناتي يا ريت تنوروني بالاشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان أي وصفة جديدة إن شاء الله أنزلها يجيلكم إشعار بيها. وما تنسوش اللايك والشير، ولو أي حاجة وقفت قدامكم بعتولي بس في التعليقات وأنا من عناية الاتنين هرد عليكم على طول. وألف ألف هنا وشفا، والسلام عليكم.